انا بقيت طالب جامعي. عايز اقول لكم ان انا بقالي ترم كامل في الجامعه كنت بدخل كل يوم بالبطاقه الشخصيه، لسه عامل الكارنيه امبارح. محدش هيحس بفرحه الموضوع ومحدش هيحس ان الموضوع ممتع غير اللي في كليه تجاره معايا. بجد بتحس انك اتولدت من جديد. مبدئيا كده قبل ما ابدا الفيديو النهارده بقى عايز اشكر كل واحد بيدعمني، عايز اشكر كل واحد بيعمل لايك على كل فيديو، كل واحد بيقول رايه تحت. انتوا بجد ناس زي القمر. الموضوع بقى اللي هنتكلم فيه النهارده بقى موضوع هيبقى مهم جدا بقى، لازم تشوفه. موضوع اعتقد ان معظم الناس عارفاه بس محدش بيدي الموضوع اهتمام. ممكن الكلام اللي انا هقوله النهارده كلام تبقى انت عارفه، ولكن وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده هو موضوع الاهتمام بالصحه، العنايه بصحتك، ازاي تحسن صحتك وتخليها احسن. فيديو النهارده بقى هديك 10 نصايح هيحسنوا من صحتك وهيخلوك انسان جديد زي كده النهارده لما عملت الكارنيه. قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو بس لما يعجبك قدام ان شاء الله. فخير هكمل فيديو ولا حضرتك هتعطلني؟ نبدا باول نصيحه على طول من غير ما نضيع وقت. اول نصيحه وهي انك تبطل اي حاجه مضره، وعلى قمه الحاجات دي التدخين. طبعا ما حدش بيتفرج على الفيديو ده ما يعرفش اضرار التدخين، عشان كده انا مش هتكلم فيها واضيع وقت فيها، لان هي بكل بساطه كده بتسبب السرطان وبتؤدي للموت. انا مش باخدك بس هي دي الحقيقه. زائد انها ملهاش اي فايده خالص غير انها بتدمر صحتك وبتخلص فلوسك، ومع ذلك انت بتشتريها وبتشربها. وهنا مش بتكلم على السجاير بس، بتكلم سواء على السجاير، على الفيب، على اي حاجه تاني مضره ليك. الحاجه دي هي اللي مسيطره عليك، حاجه مش قادر تبطلها، حاجه مش قادر تمنعها، حاجه هي اللي مسيطره عليك وهي اللي لا مؤاخذه راكباك. عايز اقول لك انك انت لو بطلتها او قللتها او حاولت انك تبطلها هتكبر في عين نفسك وهتحس بالقوه. وانا هنا مش هتكلم عن السجاير بس، انا هتكلم عن اي حاجه تانية مضره زي الاكل من بره والحاجات اللي فيها المواد الحافظه. الحاجات دي مضره جدا واضرارها ما ينفعش نعدها عشان كتير. فانا هنا مش هقولك انك تمنع الحاجات دي بس، هقولك قللها على قد ما تقدر. انا عارف ان معظمكم بيشتغل كتير بره البيت وبيضطر انه ياكل من بره، بس انت ممكن تعمل اكلك في بيتك، ممكن تاخده معاك الشغل او تاكل قبل ما تنزل وتاكل لما ترجع. ندخل على تاني حاجه واللي هي التغذيه السليمه. عايز اقول لك ان اهم وجبه في اليوم هي وجبه الفطار، لان وجبه الفطار دي هي اول وجبه انت بتاكلها في يومك بعد فتره كبيره من الجفاف. لازم على قد ما تقدر تخلي في وجبه فطارك العناصر اللي انا هقول عليها دي، يكون فيها بروتين، يكون فيها كارب، يكون فيها دهون صحيه، فيتامينات ومعادن. طب الحاجات دي فين؟ الحاجات دي في اكل كتير جدا. البروتين زي البيض مثلا واللحوم، بس احنا مش هناكل لحوم، احنا مش كده يعني، احنا في عصر ما يعلم بيض ربنا، تخلينا بيض احسن. طبعا الكارب بقى ليه مصادر كتير جدا وانت عارفها، زي البطاطس، زي البطاطا، زي الرز، زي البليله، زي الشوفان. بالنسبه بقى للدهون الصحيه دي فهي موجوده في المكسرات. فعايز اقول لك هنقضيها سوداني بقى. وفي طبعا فيتامينات ومعادن موجودين في الخضار والفاكهه. ندخل بقى على ثالث حاجه وهي انك تمارس الرياضه. انا اتكلمت عن الموضوع ده قبل كده لان هو مهم جدا، وقدام في القناه انا عامل لك فيديو مخصوص عن الموضوع ده، اظن هيعجبك. مش عايز احرقه طبعا، عايز اسيبه مفاجاه. ندخل على رابع حاجه ودي اتكلمت عليها قبل كده في القناه، وهي انك تنام نوم كافي وتنام نوم صح، وهتلاقي عندك على القناه فيديو مخصوص انا عامله عن النوم بس. ندخل على خامس حاجه وهي انك تشرب ميه كافيه. تحاول على قد ما تقدر كل يوم ما تقلش عن 4 لتر ميه او 3 لتر مينيمم خالص بقى. كلنا عارفين ان الميه مفيده جدا، فيها معادن وبتنظف الكليه وليها فوائد اكتر من كده بكتير، بس احنا بننسى او بنكسل اننا نشرب ميه. عشان كده انا هقول لك حط جنبك ازازه 2 لتر اشربها مرتين في اليوم. انت كده هتضمن لنفسك انك شربت 4 لتر صافي، غير بقى السوائل التانية سواء موجوده في عصاير، موجوده في شاي، موجوده في قهوه، موجوده في الاكل. ندخل بقى على سادس حاجه وهي الدش الساقع كل يوم. عايز اقول لك ان الموضوع ده عذاب، الموضوع ده هيخليك تصرخ كل يوم في الحمام، بس كل حاجه ليها عذاب ليها فوائد برضو. الدش الساقع ليه فوائد مش محدوده والله. لو جربت تاخد دش ساقع كل يوم لمده شهر هتلاقي الموضوع هتختلف جدا معاك، هتلاقي نفسك بتقوي مناعتك، بتحسن صحتك، بتفوق ليومك وتبقى انشط على مدار اليوم. لو عايز نعمل فيديو كامل مخصوص عن الدش الساقع اكتب تحت في الكومنت. ندخل بقى على سابع حاجه وهي انك تتعرض للشمس كل يوم. زي ما كلنا عارفين ان الشمس طبعا بتمدنا بالفيتامين دي، وده مهم جدا لجلدك وجسمك. تعمل حاجه بقى وهي ليها علاقه بصحتك النفسيه، وهي انك تقعد مع نفسك كل يوم. وانا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده. تدي نفسك وقت يكون ليك كده، انت بتحسن من صحتك النفسيه وبتقلل من التوتر والطاقه السلبيه وبتعلي من الطاقه الايجابيه. تاسع حاجه بقى ودي لو انت مدمن قهوه زي كده. القهوه حلوه وكل حاجه بس لو تشربها بمقدار معين، زيها زي اي حاجه مفيده في الدنيا، لو زودتها عن الحد بتقلب بحاجه مضره.
عشان كده انت اخرك كوبايه او كوبايتين في اليوم. كوبايه الصبح تحاول تخليها بعد فطارك بساعه على الاقل، وكوبايه تانيه بقى حطها براحتك بعد الظهر بعد العصر على حسب انت بتحب تشربها امتى. اهم حاجه ما تبقاش قبل ميعاد نومك علشان ما تاثرش على نومك. نيجي بقى لعاشر حاجه، وعاشر حاجه بقى انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. انا اسف يا جماعه بس هم 9 نصايح بس، ما لقيتش حاجه 10 اقولها بصراحه. وبس كده يا معلم، دول كانوا اهم 9 نصايح او 10 نصايح. اخر نصيحه دي بالذات مهمه جدا، لو ما عملتهاش صحتك هتتدمر. يا رب يكون الفيديو فادك او علمك اي حاجه جديده. فلو فادك او علمك اي حاجه جديده ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتكتب كومنت حلو شبهك كده. وزي ما بنقول دايما، انسى اللي فاتك وخليك سلطان حياتك.